محتاجين نتكلم عن الأكل المناسب، الوقود اللي هيخليك ترفع أوزان أو تعمل مجهود بسرعة عالية. الهدف هنا هو إنك تدي جسمك قبل التمرين كربوهيدرات معقدة عشان تديك طاقة طويلة المدى، وشوية بروتين خفيف عشان يبدأ يغذي العضلات، زي مثلا شوفان مع لبن أو مية وموز، زائد بطاطا مسلوقة أو مشوية وقطعة تونة. طب أنا لو محتاج سناكس صحي قبل التمرين، ممكن آكل موزة، تمرتين أو 3، قطعة توست مع عسل أو زبدة فول سوداني. النماذج اللي قلتها دي سهلة الهضم، بتوصل للجسم بسرعة وبتدي طاقة فورية. طيب أثناء البريك في التمرين، الهدف هنا هو إنعاش سريع وتعويض للسوائل المفقودة. أهم حاجة المية، اشرب مية على فترات طول التمرين. لو تمرينك أكتر من ساعة ونص، ممكن تاخد شوية من مشروبك الرياضي، وانا هنا مش بتكلم عن المشروبات بتاعة الطاقة اللي بتتباع في المحلات والسوبر ماركت، وده علشان تعوض الأملاح اللي انت فقدتها، أو تاكل نص موزاية لو حسيت انك هبطت. توقيت الأكل بعد التمرين مهم جدا، وده من نص ساعة لساعة. لازم تدخل في التوقيت ده بروتين وكربوهيدرات، وده علشان تبني العضلات اللي انت وصلتها في تمرينك الفشل العضلي، وكمان علشان تعوض الجلايكوجين اللي اتحرق. البروتين مهم عشان بناء العضلات، زي صدور فراخ مشوية، سمك، بيض، أو علبة زبادي. والكربوهيدرات مهمة جدا عشان تعوض الطاقة المفقودة، وعشان تساعد البروتين يوصل للعضلة، زي الرز والبطاطس المسلوقة والمكرونة المسلوقة والشوفان. طيب تعالوا مع بعض نعمل نموذج لوجبة بعد التمرين: طبق رز أبيض أو مكرونة مسلوقة مع صدور فراخ مشوية وطبق سلطة. اعملوا منشن لحد محتاج يشوف الفيديو ده، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واعملوا شير علشان غيركم يستفيد. سلام.